الله وبركاته. زي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا متنساش نعمل لايك، نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن النجمه السوريه ديما والنجمه التركيه، وهم في مهرجان عنابه في الجزائر، ويتألقوا باللباس التقليدي الجزائري، اللباس الشاوي، وكمان يعني الخيط الروح الجميل جدا جدا جدا. يا رب العالمين من تقدم لتقدم، وطبعا ده لحفاظ اهل الجزائر على التراث بتاعها جدا جدا واللباس التقليدي الجزائري، ودايما هم بيدعموا تقاليدهم وتراثهم وعاداتهم وتقاليدهم، عشان كده هي بالفعل بتنتشر، ويا رب في الانتشار كمان وكمان. وغير كده كمان لبسهم تحس ان هو جاي من العصور الملكيه. اشوفكم على خير يا رب في فيديو جديد وخبر جديد، وبتمنى لكم كل السعاده والتوفيق من كل قلبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. 1, 2, 3, Viva Algeria! This is my third day, but I love it. I love the people here, and we have many things in common between two cultures. And I'm pretty الطعم الجزائري وخيط الروح صخاب، بحبهم، حلوة والفايبس كتير حلوين. سعيدة اني انا اقوم بعنابة، وسعيدة اني اشارك بهذا المهرجان الراقي، وسعيدة اني التقي بالجمهور. بس كمان الفنانة ديانا وهي في السعودية بتحيي حفل السعودية والعيد الوطني للسعودية، بتلبس الكراكو الجزائري وتتألق بأمام